في إسبانيا، حيث تصنع الموهبة قبل أن تشتعل الشهرة، تتوقف الخطى مؤقتا عند اسم صغير في السن كبير في التأثير. لامين يامال، الجوهرة الكتالونية، يغيب عن تدريبات لاروخا والسبب قرار طبي، ولكنه خلف أكثر من علامة استفهام. الفتى الذي لم يتجاوز 17 من عمره وجد نفسه خارج حسابات المنتخب الإسباني بعد خضوعه لعلاج خاص على مستوى العانة، علاج بالترددات اللاسلكية أجري دون تنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب، ليفتح باب الجدل من جديد بين برشلونة والاتحاد الإسباني. الاتحاد الإسباني عبر عن امتعاضه، والمدرب لويس دي لافونتي بدا متحسرا، فقد كان يمني النفس برؤية اليافع المتألق في مواجهتي جورجيا وتركيا، لكن الطب قال كلمته، والراحة باتت ضرورية لا خيار. في برشلونة أصوات مطمئنة، كل شيء تحت السيطرة، لكن في مدريد العيون تترقب والشكوك تتطاير. هل هو خلاف جديد بين النادي والمنتخب أم مجرد سوء تفاهم؟ يبقى المؤكد أن يامال رغم الغياب لا يغيب عن القلوب، لأن من لمس الكرة بذكائه وأشعل المدرجات ببراءته لن يطول غيابه، وسيعود ليكتب فصلا جديدا من قصة بدأت للتو، من الكامب نو إلى معسكر